أفادت السلطات المحلية بإقليم طرفايا أنه تم صباح اليوم الاثنين انتشار جثث 8 مرشحين للهجرة السرية بعد جنوح القارب المطاطي الذي كانوا يستقلونه بالشريط الساحلي لجماعة أخفنير على مستوى مصب بحيرة النعيلة بالمحيط الأطلسي. كما تمكنت السلطات المحلية والأمنية بعد حملة تمشيطية للمنطقة المذكورة من ضبط 18 مرشح للهجرة. وأضافت السلطات المحلية أنه تم إيداع الجثث الثمان بمستودع الأموات بالمستشفى الجهوي بمدينة العيون، فيما جرى فتح بحث قضائي من طرف مصالح الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن ظروف وملابسات تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة هذه السرية. منحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء كانوا ضمن ركاب القارب المطاطي الجانح.